ده سوريا، ضابط في الجيش الهندي، بيحب بلده جدا، لكن ما بيقدرش يتحكم في غضبه وما بيروحش مكان الا وبيتخانق مع كل الناس اللي فيه. وده برضه سوريا اللي مهما شاف قدامه ناس بتتضرب وناس بتسرق وناس بتقتل ما بيتحركش من مكانه. مين فيهم اللي هينتصر على التاني؟ ده اللي هنعرفه من احداث الملخص بتاعنا. بيبدأ الفيلم بوصول ضابط للأكاديمية العسكرية الهندية دهرادون، وساعتها قائد الجيش بيسأله عن سبب وجوده في الأكاديمية، فبيعرفوا ان اسمه ايمان شويندي وهو بيشتغل ضابط في منطقة بالمور، وبيقول له ان في خناقة حصلت امبارح بالليل في حانة في منطقته. وبنرجع بالزمن ليلة واحدة بس علشان نشوف ايمان وهو قدام الحانة، وساعتها صاحب الحانة بيقول له ان في واحد قاعد جوه وكسر الحانة وضرب 10 رجالة لوحده. وهنا بيدخل ايمان للحانة وبيسأل سوريا عن اللي حصل، وبعدها بنشوف سوريا هو في الاسم، ووقتها بيقول لإيمان إنه اتنرفز وعشان كده ضربه ومكسر الحانة. وبعدها بنرجع بالزمن لنفس الليلة علشان نشوف بنت ولد بيخبط فيها وهو داخل الحانة من غير ما يقصد، فبيعتذر ليها لكنها بتتعصب عليه وبتهينه. وهنا سوريا بيمسكها من دراعها بعنف وبيطلب منها تعتذر له. في الأول بترفض ولكن في النهاية بتعتذر ليه، وبعدها بتجيب صحابها علشان يضربوا سوريا. ولما واحد منهم بيسأله انت مين وازاي تعمل كده مع كنجانة، بيعرفوا ان اسمه سوريا، وبعدها بينزل فيهم كلهم ضرب بركلات قوية وسريعة وبيقدر انه يغلبهم كلهم. وهنا بنرجع مرة تانية للضابط إيمان اللي بيقوله ان كل اللي حصل ده بسبب حاجة هايفة جدا ما تستاهلش، فبيعرفوا انه لما بيتعصب ما بيشوفش قدامه. وقتها الظابط بيقول له ان واحد من اللي ضربهم ابن وزير، فالموضوع مش هيعدي بالساهل، وبيطلب منه يدفع 25,000 غرامة ويمضي على اعتذاره ويخرج. وهنا سوريا بيعرفوا انه مش هيعتذر ولا هيدفع غرامة، فبيتنرفز الظابط عليه. وفي اللحظة دي بيضرب سوريا الظابط بعنف وبيكسر له دراعه، وبعدها بينزل ضرب في كل الضباط والعساكر اللي موجودين في القسم، فبيكسر دراع واحد فيهم وبعدها بيكسر رجل التاني وبيضربهم بعنف ومحدش فيهم بيقدر يقف قصاده. ولما الضابط بيرفع عليه المسدس بياخده منه بحركة خاطفة وبعدها بيخرج من القسم. وهنا بنرجع تاني للضابط اللي بيقول لقائد الشرطة انه مش جاي لوحده علشان يعمل مشاكل، بيعرفه انه مش عاوز حاجة غير المسدس بتاعه. في اللحظة دي بيطلب قائد الجيش من واحد من رجالته انه يستدعي الضابط سوريا، فبيعرفه انه في الجناح بي. وهنا قائد الجيش بيقول له ان الجناح ده محبوس فيه الارهابي كساب، وفي نفس الوقت بنشوف سوريا هو بيضرب الارهابي طلقه في نص راسه بمسدس الضابط. وبنرجع بعدها للزمن علشان نشوف سوريا وهو في تدريبات الجيش مع كتيبته في المناطق الثلجيه. وفي وحده الجيش بنشوف هجماتهم على الارهابيين وحمايتهم لحدود بلدهم والعروض العسكريه اللي بيقدموها وزمايله اللي بيموتوا وتسليم اهاليهم وتعلقاتهم الشخصيه وحضور كمان الجنازات بتاعتهم ونجاحه مع كتيبته في انقاذ اطفال في مدرسه من الهجمات الارهابيه. وبعدها بنرجع تاني لسوريا وهو بيتحاكم على قتل كساب، ووقتها قائد الشرطه بيقول له انه قتل ارهابي عنده معلومات مهمه بدون اوامر، فبيفهمه ان الارهابي بقاله 6 شهور عايش على ارض الهند وما قدروش يعرفوا منه حاجه، ولما بعتوا لحكومته قالت انها ما تعرفوش. وهنا القائد بيقول له ان قتل ارهابي جوه معسكر الجيش بدون امر مباشر يعتبر جريمه، وان ملفه كله جزاءات بسبب عدم طاعه الاوامر، فبيطلب سوريا منه انه يبعته للحدود. ولكن القائد بيرفض وبيقول له ان دلوقتي مفيش حرب، لكن لو بعتوه للحدود هتقوم الحرب العالميه الثالثه. وبعدها بيعرفوا انه مطرود من الجيش. وبعد كده بنشوف سوريا وزمايله بيجبروه على تدريب بعنف لدرجه انه ما بيبقاش قادر يمشي بعد التدريب، وساعتها زمايله بيعرفوه انهم بينفذوا اوامر العقيد، فبيقول لهم انهم ما كانش لازم ينفذوا اوامره بالقسوه دي. وبعدها بيطلب منهم يمشوا ويسيبوه. وهنا بيدخل ابوه بالتبني وبيقول له انه تم تسريحه من الجيش وبقى جندي سابق زيه، وبيفهمه انه لازم يسيب الوحده حالا. وبيعرفوا انه لما لقاه في الشارع وهو صغير رباه زي ابنه ودخله الجيش علشان يكون امتداد ليه، لكن ما كانش قد ثقته فيه. ولما ابوه بالتبني بيقول له انه ما بينتميش لحياه الجيش، سوريا بيرفض كلامه وبيعرفه ان مكانه على الحدود، بيفهمه انه كان غيران من زميله اللي مات على الحدود، وبيعرفه انه لما يقف على حدود الهند هيكون بيحمي 1,250 مليون هندي، وهو ده حلم حياته. وهنا بيروح ابوه يتكلم مع قائد الجيش وبيطلب منه يدي سوريا فرصه واحده، وبيعرفه ان سوريا امهر قناص في الجيش ومستعد يضحي بحياته علشان الهند، لكن قائد الجيش بيصمم على موقفه وبيسيبه وبيمشي. لكن ابو سوريا بالتبني بيقول له انهم لسه بيدوا للاعداء فرص، فمن حق سوريا انه ياخد فرصه واحده يثبت فيها انه قد المسؤوليه. وهنا بيوافق قائد الجيش يديله فرصه ولكن بشرط. وبعدها بيروح سوريا لابوه وهو بيساله عمل ايه مع القائد، فبيعرفوا انه وافق يرجعه للجيش ولكن بشرط،
يجيب له امضاء انه لائق يكون ضابط في الجيش. وهنا بيرد سوريا عليه انه هيقدر يجيب له امضة رئيس الوزراء، لكن ابوه بيعرفه ان القائد طلب امضة رام كريشنا راجو، اكبر دكتور نفسي في الهند كلها، واللي بيكون من افضل 3 دكاترة علم نفس في العالم كله، ومعاه ماجستير علم نفس، وهو بيشتغل عميد جامعة علم نفس. وبيفهمه ان لو خد توقيعه يبقى مش بس هيرجع للجيش، لا كمان هيروح للحدود على طول. وبيعرفه انه يقدر ياخد توقيع رئيس الوزراء، لكن توقيع رام صعب جدا. وبعدها بنرجع بالزمن علشان نشوف ابن رام وهو بيتخانق مع اصحابه، وبعدها بيروح لاسم الشرطة وهناك رام بيضمنه. وبعدها بيقول له ان كل الناس بيستنوه يمضي على تقارير بحسن السير والسلوك، وابنه بيخليه يمضي على محاضر الشرطة. فبيتنرفز ابنه عليه وبيقول له مش عاوزك تمضي على حاجة. ولما بيرجعوا للبيت ابوه بيقول له انه ابن رام اللي رباه من صغره والمفروض يكون قدوة لغيره. وهنا ابنه بينفعل عليه وبيقول له انه مش كلب علشان يقول له انه مربيه من صغره، وبيفهمه انه هيسيب له البيت ويمشي ومش هيخليه يشوفه تاني. وبنرجع تاني للحظة اللي بيوصل سوريا فيها للجامعة، وهناك بيستقبله كشور وبيقول له ان الدكتور رام مستنيه. وبعدها بيطلب الدكتور رام منه يكلمه عن نفسه، فبيقول له انه جندي، فبيطلب الدكتور منه انه ينسى هو بيشتغل ايه ويكلمه عن نفسه. لكن سوريا بيصمم على موقفه، وهنا الدكتور بيعرفه ان وقته انتهى وبيطلب منه يقابله بكره. ولما سوريا بيطلب منه يخلصوا المقابله علشان يمضوا على التقرير بيرفض وبيعرفه ان دلوقتي وقت عيلته وبيسيبه وبيخرج. وبعدها كشور بيوصل سوريا للبيت القريب من بيت الدكتور رام، وساعتها سوريا بيعرفه ان الدكتور لو كان مضاله التقرير كان زمانه دلوقتي في وحدته. وهنا كشور بيعرفه ان امضة رام ما بتتاخدش بالساهل، وبيفهمه ان بقاله السنه مستني ياخد امضته. وهنا سوريا بيتصدم وبيقول له انه كان فاكره مساعد الدكتور، فبيعرفه انه ضابط جوازات. وبعدها بيخرجوا وبيشوف الدكتور وهو بيلعب مع عيلته. وهنا سوريا بيعرف كشور انه عاوز ياكل، فبيقول له ان في حانه قريبه منهم، وفي طريقهم للحانه بتقطع عربيه الطريق، وبينزل منها واحد وبيخطف راجل من عربيته وبياخده معاه وبيمشي. ووقتها كشور بيعرف سوريا ان الراجل ده هو ابن البلطجي شله. بعدها بنشوف شله وهو بيدخل لبيت بي سي وبيعرفه ان الكلام اللي قاله لابنه هيدفع ثمنه. وبعدها بنرجع بالزمن وبنشوف بي سي وهو واقف في ارضه وبيقول لابن شله ان ابوه متحامي في الرجاله اللي حواليه، لكن لوحده سهل ان اي حد يخلص عليه. وبنرجع تاني لشله اللي رجاله بي سي بيهاجموه، فبيقدر يخلص عليهم كلهم وهو قاعد في مكانه. ولما بيحاول بي سي يقتله مراته بتترجاه انه يبعد عنه علشان ما يتقتلش زي رجالته. وفي نفس الوقت الدكتور رام بيسال سوريا ان كان عنده صحاب، فبيرجع سوريا بالذاكره لليوم اللي كان صحابه في بيته، وبعدها اتخانق معاهم وطردهم. وبعدها بنرجع لسوريا اللي بيقول للدكتور ان ملوش صحاب. ولما الدكتور بيسأله عن فرشة بيقول له انها حب حياته. وبنرجع بالزمن علشان نشوف سوريا وهو بيضرب واحد، وبعدها بيطلب منه يعتذر لفرشة لانه عكسها. وبعد ما الراجل بيعتذر لفرشة بيسيبهم سوريا وبيمشي، لكن فرشة بتدور عليه لحد ما بتلاقيه بيغني، فبتقعد تتفرج عليه. وبعدها بيفضلوا يتكلموا مع بعض، ومن بعدها بيقربوا من بعض وبيرتبطوا. وبعد كده بيروحوا هما الاتنين لراج ابو فرشة، وساعتها بيطلب سوريا منه انه يتجوز بنته. وبعدها راج بيعرف بنته ان سوريا ضربه من 6 شهور. وتاني يوم راج بيشوف سوريا وهو بيتكلم مع جنود في الجيش، فبيروح يعرف بنته ان سوريا مش موسيقي زي ما هي كانت فاكره. وفي نفس اليوم بالليل سوريا بيعرفها انه جندي في الجيش، وان اهم حاجه عنده شغله، وان اي حاجه تانية هي مجرد تسليه ملهاش لازمه. وهنا بتبعد فرشه عنه، ومن بعدها ما بتردش على مكالمته. ورابع يوم بتروح له بيته وبتعرفه انها ما تقدرش تعيش من غيره، وبتطلب منه يكلم ابوها مره تانية. فبيتنرفز سوريا عليها وبيفضل يكسر في البيت. وهنا بيدخل ابوها فبيضربه سوريا بالقلم وبيغلط فيه، فبتطلب فرشة منه انه يعتذر لابوها، فبيرفض وبينهي علاقته بيها. وبنرجع تاني لسوريا وهو مع كشورة في واحد من الشواطئ، ووقتها بيشوف فرشة فبيحاول يتجاهلها، لكنها بتنادى عليه وبتعزمه على الغداء، فبيعرفها انه شافها قبل ما تشوفه، لكن عشان بيحترم نفسه مرضيش ينادى عليها علشان كرامته. وهنا بتتنرفز فرشة عليه وبتقوله انها ندهت عليه لانها بتحبه، لكن دلوقتي هي اللي مش عاوزاه وبتسيبه وبتمشي. وبعدها بيكون سوريا مع رام في مكتبه، ووقتها رام بيقوله ان مشكلته سببها غروره، وان ما عندوش عيله ولا ناس قريبين منه. وهنا بيتنرفز سوريا عليه وبيقوله انت عارف كويس ان ابنك ومع ذلك بتسالني عن عيلتي. ووقتها رام بيقوله انه خلفه وهو صغير، وبيفهمه ان ما كانش عاوزه وعشان كده هو ما طلعش زيه. وهنا بيتنرفز سوريا اكتر وهو بيساله خلفتني ليه، وبعدها بيكسر له في المكتب وبيقول له انه متاكد انه خايف من الناس وتلامذته انهم يعرفوا انه ابنه، وعشان كده بيتجاهل الحقيقه دي وبينكر وجوده.
وهنا بيطلب رام من السكرتيرة انها تحضر لمؤتمر طلابي، وبعدها بياخد سوريا وبيعترف قدام الطلبة ان سوريا يبقى ابنه، وبيقول لهم ان في قانون في علم النفس بيقول ان الانسان لو اتبع عادة معينة لمدة 21 يوم بيقدر انه يحافظ عليها طول عمره، وبيحطه في تحدي انه من بكرة يبتدي لمدة 21 يوم انه يتحكم في غضبه، وبيقول له انه لو قدر يعمل كده هيمضي له بالموافقة على انضمامه لحرس الحدود. فبيقبل سوريا التحدي، وبعدها بيخرج هو وكيشور، وساعتها بيكون الطريق كله واقف بسبب ابن شالله بيضرب رجاله على اول الطريق. فبيتخانق سوريا معاه هو ورجالته، وبيدخل معاهم في قتال شرس جدا، وبينفذ كل اللي اتعلمه في تدريباته في الجيش في قتاله معاهم، وبيضرب ابن شالله بعنف، وبعدها بيسيبه. ولما كيشور بيقول له انه وعد ابوه انه هيتحكم في غضبه لمده 21 يوم، ودلوقتي ضرب ابن شالله وبكده بقى عدوه، فبيعرفوا ان المهله اللي ابوه اداها له هتبتدي من بكره، وبيعرفوا ان عدوه الحقيقي هو نفسه مش ابوه ولا حتى شالله. وتاني يوم بيبتدي سوريا يحضر دروس اليوجا، وبعدها بيغير روتين حياته كلها من اكل وشرب ومعامله الناس. وتاني يوم رجاله شالله بيقفلوا المنطقه كلها، فبيرجع هو وكيشور للبيت بسرعه. وقتها امه اللي ما تعرفش ان هو ابنها بتطلب منه يجيب حقنه لبنتها، فبيروح يجيب لها العلاج. ولما رجاله شالله بيشوفوه واحد منهم بياخد منه الحقنه وبيكسرها، ولما بيرجع للبيت بيدي الام الحقنه التانيه اللي كان شايلها معاه. وتالت يوم من التحدي امه بتعرف جوزها انها بتحب سوريا، وبتطلب منه يعزمه على الغدا معاهم، فبيرفض. فبتديله اكل وبتقول له يا توصل له الاكل يا تعزمه يتغدى معانا، فبياخد منها الاكل وبيديهوله. وبعدها بيكون سوريا في الطريق، فبيوقفوا رجاله شالله وبيعرفوه ان عربيه زعيمهم شالله عطلت، وبيطلبوا منه يوصلوا مشاويره. وبعدها بيركب شالله وبيسي ورجالته معاه. وقتها سوريا بيشوف شالله وهو بيرتكب جرايمه لكنه ما بيقدرش يمنعه. وبعدها بيروح شالله لمصطفى الجندي السابق بالجيش وبيطلب منه يبيع له اراضي، ولكن مصطفى بيرفض وبيقول له انه خسر رجله وهو بيخدم الجيش، ودلوقتي بلده هتقف جنبه علشان يحافظ على ارضه. وهنا شالله بيقول له انه هيديله مهله 4 ايام، وبعدها هياخد الارض منه بالقوه ومن غير فلوس. وفي نهايه اليوم بيرجع سوريا لبيته وبيكون متنرفز جدا، وبيحكي الكشور على كل اللي حصل، فبيهديه وبيقول له ان مفيش في ايديهم حاجه يعملوها. وتاني يوم الصبح بيقول سوريا للكشور انه كبر الموضوع امبارح وان اللي حصل شيء عادي. ولما بيطلع قدام بيته بيلاقي رجاله شالله راكبين عربيته، وواحد منهم بيقول له ان عربيته عجبت شالله وعشان كده هياخدها. وبعدها بيرمي له مفتاح الموتوسيكل على الارض، وبعدها بياخدوا عربيته وبيمشوا. وهنا بيوطي سوريا على الارض وبياخد المفاتيح، وفي اللحظه دي بيفقد سوريا اخر جزء من شخصيته الحقيقيه. وقبل ما يطلع بالموتوسيكل بيبعد المرايات عن وشه، وبعدها بيروح سوريا لبيت فرشه وبيعتذر لابوها، فبيوافق انهم يرجعوا لبعض. من بعدها بيتجاهل سوريا اي مشاكل بتحصل قدامه وبيتحول لانسان سلبي. اما مصطفى فبيقدم بلاغ في الشرطه ضد شله، لكن الضابط بيتنرفز عليه وبيطرده. وبعدها رجاله شله بيقتلوه، وبيتذاع في التلفزيون انه جاسوس، ولما عرف ان الحكومه كشفته انتحر. وفي نفس اليوم بالليل 2 من رجاله شله بيروحوا لسوريا البيت، وواحد منهم بيقول له ان صاحب راجو هيبات معاه في شقته، فبيوافق. وبعد كده بيروح اكتر من مره يجيب له طلبات. وبعدها راجو بيطرد سوريا من الشقه، فبيقف سوريا قدام البيت تحت المطر، وابوه بيبقى شايفه من بيته. وبعدها انور ابن مصطفى بيتنرفز على جده وبيقول له ان كلامه لابوه عن حب الهند هو السبب في انه اتقتل. بعد كده بيقول له ان الهند مش بلده وانه مش هيموت زي ابوه. ولما جده بيضربه بيسيب البيت وبيمشي. وبعدها بيعدي 19 يوم، وقتها بيقرر رام انه يرجع سوريا لامه. وفي نفس اليوم بالليل بيرجع سوريا لامه، وبعدها مفوض الشرطه بيطلب سوريا للشهاده. ولما بيروح له القسم بيلاقي ابو مصطفى هناك وبيطلب منه يشهد باللي شافه، وبيعرفه انه امله الاخير في انه يجيب حق ابنه. وبعدها مفوض الشرطه بيعرف سوريا ان كاميرات المراقبه صورته هو في جراج المول اللي مصطفى مات فيه، وبيساله اذا كان شاف مصطفى يومها، فبينكر انه شاف حاجه. وهنا ابو مصطفى بيترجاه يفتكر، ولكن الضابط بيتنرفز عليه وبيعرفوا ان سوريا شخصيه محترمه، وطالما قال له ان ما شافش حاجه يبقى هو ده اللي حصل. وبعدها بيفكر سوريا ان الدفعه بتاعته كانت بتتدرب على ايديه، وبيفكروا لما قال لهم ان الحلم مهم لكن اهم حاجه انك ما تفقدش شخصيتك وانت بتحاول تحقيق حلمك. وبعدها بيخرج سوريا من القسم وهو منهار، وبيفتكر لما شاف ابن شالله وهو بيقتل مصطفى، وساعتها ابن شالله هدده وطلب منه ينسى كل اللي شافه. وبعد مرور ال20 يوم بيعلن رام ان ابنه انتصر عليه على عكس توقعاته، وقبل ما يمضي على التقرير بيطلب سوريا منه ما يمضيش، وبيقول له ان هو اللي خسر لانه في سبيل تحقيق حلمه خسر شخصيته.
وبالرغم من ان اهله وحبيبته معاه بقى حاسس بالوحده لان شخصيته القديمه ما بقتش معاه. وبيقول له ان حلمه كان يروح الحدود لكن مش على جثث الهنود. وبيعرفه انه شاف مصطفى هو بيتقتل لكن رفض يشهد باللي شافه علشان يوصل لحلمه. وبيعرفه انه مش عاوز يحقق حلمه لو هيخليه جبان وخجلان من انه يبص لنفسه في المرايه. وهنا كل الموجودين بيسقفوا ليه. وبعدها بيخرج سوريا من القاعه وبيركب الموتوسيكل وبيعدل المرايه ناحيه وشه. وهنا بنعرف ان شخصيه سوريا القديمه رجعت تاني. وبعد كده بيروح سوريا لارض مصطفى وهناك بيلاقي ابن شله ورجالته بيرموا حاجه عيله مصطفى بره بيتهم. وساعتها بيهاجمهم وبيضربهم كلهم بعنف. ولما بيدخلوا لحقل الذره علشان يستخبوا منه بيولع فيه فبيخرجوا منه. ووقتها بيخلص على عدد كبير جدا منهم. وبعدها بيقول الاتنين اللي فضلوا ان ارض مصطفى بقت في حمايته. وبعدها بيروح سوريا لشله وبيعمل معاه زي ما عمل بالظبط مع بي سي وبيقتل كل رجالته من غير ما يقوم من مكانه. ولما بيحاول شله انه يقتل سوريا بي سي بيترجاه انه ما يقتلهوش وبيعرفه ان ابنه معاه. وهنا شله بيقول لسوريا انه هيسيب الارض لاولاد مصطفى وهيتكفل كمان بتربيتهم. لكن سوريا بيقول له انه مش هندي فبيتنرفز شله عليه وبيعرفه انه هندي وبطاقته تثبت كلامه. وقتها سوريا بيعرفه انه علشان يكون هندي لازم الهند تكون في قلبه مش في البطاقه. بيعرفه ان اللي هو عمله مع مصطفى خلى ابنه انور يفقد ايمانه ببلده وبيفهمه انه اكيد هيتحول لارهابي وان اللي زيه هم اللي بيصنعوا الارهابيين. وبيديله مهله 24 ساعه علشان يلاقي انور ويرجعه قبل ما يقع في ايد الجماعات الارهابيه. ومن اليوم ده كل رجاله سوريا بيدوروا على انور والناس كلها بتنشر على السوشيال ميديا صوره انور وبيطلبوا منه يرجع لاهله. وبعد كده بيتذاع في التلفزيون ان مصطفى كان مقاتل في الجيش الهندي مش جاسوس وانه اتقتل واللي قتله هياخد جزاؤه. وبعدها المذيعه بتطلب من انور انه يرجع لاهله. وفي نفس الوقت بينضم انور للارهابيين وبتكون اول مهمه ليه هي قتل راجل عجوز. ولما بيقرب منه بيحاول يقتله الراجل بيناديه باسمه وبيوري له صورته على السوشيال ميديا. وبعدها بيرجع انور لبيته ولما التلفزيون بيحاول يصور معاه بيرفض. وهنا سوريا بيقول له انه عارف ان العداله اتاخرت لكنها اتحققت وبيطلع له علم الهند من جيبه وبيقول له لو بتكره بلدك خد العلم وارميه على الارض. وهنا بيسيبه انور وبيطلع على سطح بيته وبيرفع علم الهند. وبعدها رام بيدي لابنه تقرير عليه امضته وبيقول له انه فخور بيه. وفي اللحظه دي بياخد ابنه منه التقرير وبيفضل يعيط وبيترمي في حضنه. وبعدها بيتحقق حلم سوريا وبيسافر للحدود. وبكده بيخلص فيلمنا النهارده اللي قدر يوصل لنا رساله بان الوطن مش بس خانه في البطاقه لكنه حب وانتماء موجود جوه قلب كل واحد فينا.